مهووسة بإرسال الضوء كانت، لكل وجه تحبه لقطة. لم أعد أرغب بسؤالها أكثر من ذلك، فلقد حفظت جوابها المعتاد: ألتقط للذكرى خوفا من أن تختفي ملامحهم فما عاد أذكرها. عجيب أمر الذكريات، وكأنها صور التقطناها كي نراها كلما زارنا الحنين. إنها صور لا تضيع ولا تتلف، بل إن زارها ماء ازدادت بريقا عما مضى. فلا شيء ينسى حينما تذرف مآقي العين دمعا. قلت لها: رحب الذكريات زين بالألم، حفت أيامنا بالحكايا وحفت السنين بالذكرى. تشعرك الذكريات بأنك أصبحت كبيرا ولو لم يمض منها غير شهر أو سنة، تجعلني أشعر بأنها طفل أول لأبوين صغيرين، فتجعلهما يبدوان أكبر مما هما عليه في الحقيقة. أنا لا أكره الذكريات حقيقة رغم كتل الألم التي تأتي بها. ما يوجعني أكثر أن تكون لبقايا شخص. بعض الوجوه لا تستحق نظرة لكي تستحق لقطة، لأنك حين تلتقطينها تدعين لها حيزا في ذكرياتك، وإن حاولت مسحها ستترك فراغا كبيرا. لذا من الأفضل ألا تلتقط. مشكلتنا الحقيقية يا صديقة في كوننا ما زلنا نتنفس، ولكننا لا نعيش الحياة، لأن شيئا من الذكرى يؤرقنا. لطالما قالت لي أمي: بعض الذكريات يا ابنتي تشترى، وبعضها من الأفضل أن تباع بلا ثمن. من الأفضل أن تباع بلا ثمن. من الأفضل أن تباع بلا ثمن.